الدار الشرقيه وخوتنا اللي هنا اسمحوا لينا راه ما عندنا ما نديروا، راه كوب دافريك غتلعب في المغرب وغتلعب ب9 ديال التيرانات، ما عندنا ما نديروا. واخا بقيتو تبكيو ما غيديروا مع واجدين ما عندهمش التيرانات مساكن، غنلعبوا ب9 ديال داك الشيء علاش عطاهم تيران قالوا ماكو ديالكم هذا بوحدكم قصروا فيه المصريين خوت ديالكم بوحدكم. اكادير المصريين خوتنا اكادير وعيشوا البحر وداك الشيء جو زوين وداك الشيء الله فيكم. هاكم ملعب في العاصمه الاداريه سيدي يلاه ودوروا خرجوا دوروا في الرباط وتفرجوا والجمهور ديالكم يجي يتفرج ويشوف. ما نظنش يخليو الجمهور ديالهم يجي من الجاره، حيت لا جاو شاف هنا يبقى والله لا رجع بالله. شوفوا داكشي ديال الدراري الزوينين وداكشي ودوروا شويه في الرباط شوفوها ويجيو لكازا دوروا شويه. عندكم تمشيو لطنجه فينا الخضوره بزاف في الرباط وتبغيو تمشيو لطنجه تشدوا تي جي في وتولي بشويه عليكم ما تقلقوا. مصريين تما مساكن خوتنا وحبابنا، ولكن كانوا تما كيظنوا بان حقا غتاجل حقا ما تلعبش حقا والواد راه غتلعب. اسمحوا لينا ما تقلقوش، راه هادشي هذا هو المغرب. دول المغرب غادي شاد الطريق صاحب جلاله ديال الخطه والرجال موراه خدامين عليها بقياده السي القجاع والناس اللي معاه والشعب اللي غادي والمغاربه حنا غاديين خدامين. واللي ما عجبو الحال يضرب الكاله راه عندهم فرفوريه الكاله ما عندنا ما ندير. والمهم تحيه لخونا الكاله وداك الشيء. وخرج قول شي حاجه. شفتوا فاش كيكون هادشي زوين شي ناضي وكل شي زوين ما كيهضر والو ما كيهضروش. بغيت ندور نشوف شي واحد البارح قال شي حاجه ولا اجا لقيتهم كيهضروا على الجليج وعطينهم تيران. اش بغاو يقولوا؟ عطيتيهم تيران على قدو بواحد وجديده هكا غيدخلوا ليه باقي نيو غيلعبوا فيه غيضربوا فيه الصوره. الناس خوتنا ما عرفت كي داروا معنا البارح. عرفت كيفاش غيكونوا؟ واش غيكونوا نعسوا مرتاحين زعما البارح ما عندهمش مشكل؟ غيكونوا زعما بكل الشفافيه والوضوح. مي بون 4 تيرانات في الرباط بالاضافه كيف قلنا 4 تيرانات الملعب الكبير ديال الرباط، ملعب الاولمبي، ملعب البريد، ملعب مولاي الحسن. 4 ديال التيرانات ب 70 30 30 30. 3 التيرانات ديال 30 والكبير ب70. كازا دونور الرباط كيف قلنا 4. كازا فاس مراكش اكادير وطنجه. طنجه تا هو واحد 70,000 ولا 75,000. 9 ديال الملاعب اول مره في التاريخ ديال كوب دافريك غتلعب كوب دافريك ب9 ديال الملاعب في 6 ديال المدن مغربيه. شنا حتى اللمسه ديال التقديم ديال المنتخبات اللي مشاركه كل واحد عطاوه كيفاش البلد ديالو كيفاش التعريف كانت جميله القصه ولا كانت ليدي كانت زوينه. شنا البارح ملي خرجوا لي جروب ملي خرجوا كل واحد عرف راسو فين غيلعب فين غيجلس. الناس انا تفرجت شويه البارح في المصريين ما فهموش اش واقع. قالوا قال شنو واش هذه ماشي كوب دوروب ولا كوب دي موند اللي غنعيشوا حنا نسخه مصغره من كاس العالم ان شاء الله. حنا شفناها البارح. ملاعب ان شاء الله كل شيء غيكون واجد كل شيء غيكون ناضي في انتظار معقول ان شاء الله اللي غنهضروا عليه من بعد. كنظن الامور واضحه، الملاعب بغات تكون واضحه كل شيء واضح. التقديم كان في مستوى كبير، قرعه في مستوى كبير، الاحتفال كان مستوى كبير. كاع الناس اللي كانوا حاضرين ردود الفعل كانت جميله جدا البارح. والحمد لله هذا هو اللي كيخلي انك تكون يعني فرحان. هو ان يعني منك يجيو يحضروا الناس ويبداو الاراء ديالهم تكون اراء اللي هي ايجابيه يحسوا انك يرتاح وكاين استعداد على مستوى. انا النقطه اللي عجبتني هو ان تخصيص يعني ملعب للمنتخب الجزائري تفاديا لجميع المشاكل تفاديا لهذا. ملعب مولاي حسن كنظن هو اللي غادي يكون مخصص للمنتخب الجزائري باش ياخذ المباريات ديالو مع ربما غيحتضن المباراه ديال تشومون. فكنظن هذه من الافكار اللي ربما بالاتفاق بين الجامعه وبين الاتحاد الافريقي باش كاع اي حاجه ممكن انها تثير مشكل ولا تخلق ازمه ولا انها تعكر الجو ديال هذا الكاس الافريقي اللي غيكون ان شاء الله في المستوى ما خصهاش تكون. فكنظن ان وفرت الملاعب مهمه بزاف اللي غتلعب فيها المباراه
الرسميه، وكذلك الملاعب ديال التدريب، سواء بالنسبه للمنتخبات سواء بالنسبه للحكام. يعني المغرب من دابا هو كيعد يعني لكأس العالم بهذه التظاهرات اللي غادي يحتضن، واللي مازال ان شاء الله يكونوا تظاهرات اخرين. فكنظن بان هذه الوفره ديال الملاعب ويعني الحله اللي غادي يكون فيها من هنا ان شاء الله شهر 12 بدايه ديال كاس افريقيا، كنظن بانها غتعطي يعني صوره ايجابيه بواحد الشكل كبير، لا على المغرب ولا على البنيه التحتيه اللي ولا كيتوفر على المغرب. ونتمناو هذا الشيء يتعزز، لان اهم حاجه في هذا الشيء كامل هو النتائج اللي غيحققها المنتخب الوطني المغربي. ممكن تكون نسخه ناجحه، ولكن الا ما كانش نتائج ايجابيه بالنسبه يعني المنتخب الوطني، كنظن بان الجماهير ما غتكونش راضيه، وكنا ما نكونوش راضيين بطبيعه الحال، لان كنا مغاربه وكنا باغيين المنتخب الوطني يتوج باللقب. فانا كنظن باش زعما هذه النسخه يكون عندها نجاح على جميع المستويات، كنظن العامل الاساسي المهم هو النتائج اللي غيحققها المنتخب الوطني، ويخلي يعني كاس افريقيا حيه الاخر مباراه ان شاء الله ديال الفينال، ويكون تتوج باللقب باش تكون فرحه على جميع ربوع ديال المملكه. وهذا الشيء اللي كنتمناو ان شاء الله، نتمناو الخير. كنظن بان المغاربه ولا الجمهور المغربي ولا اي متتبع عارف بان المغرب عنده حاجه وحده، يدي كوب دافريك، ما عندوش خيار ثاني ولا ثالث ولا رابع. حاجه وحده اللي عندنا هي غاديو كوب دافريك ان شاء الله. نتمناو ان وليد واللعابه يوجدوا راسهم مزيان، باقي لهم فرصه. بعدا باقي عندنا الاقصائيات ديال كاس العالم، نفكوا الاقصائيات بعدا 2 ماتشات اللي جايين في مارس و2 في سبتمبر، ونتكاليفاو الكوب دي موند باش ندخلوا ان شاء الله حنا مكاليفين الكوب دي موند ونقضيو الغرض في كوب دافريك.